عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم هو تتمة للدروس السابقة. الدرس في درس رباطي باليد. بالنسبة لهاد الزواقة هنايا عمرناها بهاد الشكل. هذا هو هاد الشكل هو اللي غادي نوريكم كيفاش غادي نخدموه. هنايا كنا في الدروس السابقة وريتكم كيفاش تعمري الباطي بلا ما تحبكيه من الفوق بحال هاد الشكل. دابا غادي نشوفوا هاد الشكل الثاني اللي بحال هكا. غادي ناخذوا الخيط، طبعا هاد الخيط راه مبروم درسوه على 4. غادي نخدموا بحال هاد الشكل دقه حدا دقه. دائما هاد الخيط الفوقاني خصو يبقى بحال هكا الفوق بحال غتحبكيه. بالنسبه هكا غتخدميه بحال هكا ويبقى دائما الفوق هكا. هذا الفوق ثاني غادي نخدمو هكا وحده حدا وحده. دائما هاد الخيط الفوقاني كيبقى الفوق بحال هاد الشكل. طبعا حيت فيه الخيوط بزاف ضروري غادي تلقاو معاه مشكل. ماشي حاولوا تقادوه حتى على 4 بحال هكا. من بعد ناخذوه ثاني في الجنب ديالها، وهذا دائما يبقى الفوق. هذا بحال كنديروا الحبيك اللي سبقنا وشفنا في الدروس السابقه. طبعا حداها وحده حدا وحده بهذا الشكل. بعد ما نكملوا طبعا بحال هذا الشكل اللي درنا هنا، نقدروا نديروا شكل ثاني. بحال مثلا عندنا هنا كيفاش غادي نعمروا هاد الورقه. طبعا غادي نمشيو هكا دائما ونرجعوا في الجنب ديالها. نمشيو نرجعوا في الجنب. ينبغي نديرو خط هنا باش نبقاو نرجعوا عليه باش ما تجيناش خدمه ومقاده، تجينا مقاده. نبقاو نمشيو ونرجعوا حتى نعمروها، حتى نعمرو هذا هو الشكل ديال كيفاش نعمرو هاد الوريقه. طبعا نظرا لي ضيق الوقت غاديش نديرها كلها، فقط الفكره حتى نعمروها كلها. منين نبقاو غاديين بحال هكا غاديين وحنا كنقصو تنوصلو هنا. طبعا في نفس الشيء نبداو نرجعو بحال هكا حتى نرجعو ليها. اما بالنسبه اللي بغى يدير بحال تعمار بشكل ثاني بحال اللي اما كيقولوا لها بعد الدويده او لا كتكون بحال هذا الشكل كتعمري البرا. طبعا اما هكا ولا مبروم وكتعمريه اللي غادي يجيك باش غادي تعمري هاد البلاصه. طبعا كتشدي البرا بحال هكا وكتخرجيها من وسط الخيط اللي لويتي على البرا. من بعد كترجعي البلاصه اللي بديتي فيها، ترجعي لهنا. منين دخلتي النوب الاولى دخلتي البرا كترجعي ليها بنفس الطريقه غادي تبداي تعمري فيها وتجي بحال هذا الشكل اللي درناها بحال هادي. اما كتزوقي فيها هاد البلايص بحال هذا الشكل كتخدمي بها البلايص اللي بغيتي تعمريهم، اما بهذا الشكل واما تعمريهم عاديين بحال اللي شفنا، اما بالزقلي واما المهم الاساسيات حنا شفناها في هاد الدروس
وإن شاء الله غادي نشوفوا الدروس المقبلة كيفاش غادي نرشموا. مثلا هنا عندنا توب أسود خاصنا نرشموا به ببابي كربون، إما الأصفر أو الأبيض. كذلك هذا نقدر نرشموا به ببابي كربون إما الأزرق أو الأسود. مهم في الدروس المقبلة إن شاء الله غادي نشوفوا المزيد. وما تنساوش الاشتراك في القناة باش يوصلكم أي جديد، بالتوفيق لجميع العضوات.